دائما كل المباريات في دوري جميل صعبة جدا، ولكن المباراة اللي تأتي بعد توقف تكون أصعب. يعني لما تاخذ رتم في مباريات الأربعة اللي سبقت التوقف الحمد لله، ثقافة الفوز، كسب النقاط، كانت 3 خارج أرضنا ومع فرق صعبة. والآن في الجولة القادمة نواجه فريق أيضا فريق مستقر فنيا، فريق قوي جدا لديه عناصر قوية. استعدينا جدا لهذا اللقاء، ونعرف أن اللقاء مفتاح من مفاتيح البقاء في من ضمن الثلاثة الكبار الموجودين في الصدارة. احنا نفرق نقطتين فقط عن المتصدر ونقطة عن المركز الثاني والثالث. الجولات القادمة أيضا بالنسبة لنا منعطف مهم. أعتقد صعوبة المباراة هي بعد فترة توقف، وأنها أمام فريق متمرس مثل الوحدة في السنة الماضية. أعتقد أنه أخذ مننا 4 نقاط. يجب أن نكون نعي في هذا الموسم أن الوحدة لا زال فريق قوي، أن نلعب في أرضنا يجب أن نكون قويين ذهنيا مستعدين للمباراة والظروف المباراة. واعتقد أن بالنسبة لي أنا شخصيا مباراة مهمة جدا جدا جدا، لأنها يعني تحطنا في صورة قد نكون في مباراة غدا إذا الله وفقنا حققنا 3 نقاط حتى مؤقتا في المركز الأول. هذا حق مشروع، نتمنى أنه يكون إن شاء الله نحصد 3 نقاط. هذا أولا وأخيرا. وأبغى أرجع وأؤكد في هذا المؤتمر على شيء واحد، اللي هو نحن نبحث عن فريق، بالنسبة لنا نبحث عن فريق مستقبل قوي. الطموح حق مشروع لنا كشبابيين، كأسرة شبابية، أن ننافس على جميع البطولات.